بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير أينما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رسالة سلام. في هذه الحلقة سنستضيف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عطا الجبرتي باسمكم جميعا نرحب به، وسوف نناقش مع فضيلته بحضوركم ما هو حاصل في هذه الأيام بما يسمونه الديانة الإبراهيمية. وقد كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع في برنامج قضايا إريتريا، ورأينا من المناسب أيضا أن ننتهز فرصة وجود الشيخ فنتحاور معه حول هذا الموضوع، ولماذا هذه المبادرة الغريبة من قبل بعض الدول العربية. ماذا يقصدون بالديانة الإبراهيمية؟ من هو إبراهيم عليه السلام؟ وما هي قصته؟ وما هو دينه؟ وهل هو يهودي أم نصراني؟ وما المقصود أيضا بدمج الأديان الثلاثة، الدين الإسلامي واليهودي والنصراني؟ وهل هذه الأديان كلها مقبولة في هذا العصر؟ وما هو الدين المقبول عند الله تبارك وتعالى؟ وكيف نفهم قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام؟ وكيف نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات دينهم واحد وشرائعهم شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نفهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنتحاور فيها مع فضيلة الشيخ عبد العزيز، ونستقبل اتصالاتكم وأيضا اقتراحاتكم وملاحظاتكم حول الموضوع من خلال قناة سلام. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله شيخ عبد العزيز. الله يحييكم وبارك فيكم. من هو إبراهيم عليه السلام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضلتم فضيلة الشيخ، هذه الدعوة من الدعوات المنكرة التي دعا إليها وأنكرها أصحاب الأديان الثلاثة. ففي البداية نريد أن نتحدث عن من هو إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء. فمن كرامة الله سبحانه وتعالى، أو من كرامة إبراهيم على الله، أن وعده أن لا يأتي نبي من بعده إلا يكون من نسله. حتى أبونا نبينا صلى الله عليه وسلم هو من نسل إبراهيم، من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم. فما جاء نبي من بعد إبراهيم إلا هو من ذريته. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يا سلام. جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وهو أيضا خليل الرحمن. والله جل وعلا يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، ومع الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فهي أعلى درجات المحبة. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، خليل الرحمن سبحانه وتعالى. وهو أيضا عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، وأولهم إبراهيم من أولي العزم. الرسل أولي العزم الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، عليه الصلاة والسلام. فهو كذلك ومن نسله كل الأنبياء. فهو عليه الصلاة والسلام أنجب ابنين: إسحاق
وإسماعيل، إسماعيل الكبير وإسحاق الذي يليه. وكان من ذرية إسماعيل أشهرهم نبي واحد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بآبائنا وأمهاتنا. ثم أما من ذرية إسحاق فالنبي إسحاق 12 ولدا، منهم يوسف بنيامين، ثم بقية 10 أو 12 ومنهم يعقوب. تكونت. تقصد يعقوب ويعقوب؟ يعقوب نعم. أنجب يوسف نعم. أيوة، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب 12 من الأبناء الذين هم أسباط بني إسرائيل. يا سلام يا سلام. فكان هذا من فضله. وذكر إبراهيم عليه السلام في إيمانه وتقواه، حيث سبحانه وتعالى يسأل الله جل وعلا حينما سأل الله سبحانه وتعالى قال أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ففضائل إبراهيم عظيمة، لا نريد أن نستطرد في هذه المسألة حتى نأخذ المحاور الأخرى. طيب، ورد ذكر اسم إبراهيم عليه السلام 14 مرة في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآية. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الآية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، الآية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى. وين إبراهيم؟ ذكر إبراهيم هنا في الآية التي قبلها. قالوا نعبد إلهك وإله آبائنا إبراهيم وإسحاق. أيوة، بس أنا قاعد أشير إشارات حتى نعم. أنا لا أطيل يعني. نعم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم. أكثرها ذكرت في سورة البقرة. نعم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية بالذات شيخ عبد العزيز ترد على هؤلاء. نعم. ترد عليهم. لا أدري ماذا سيفعلون في القرآن الكريم، هل سينسخون هذه الآية ويحذفونها أم ماذا سيفعلون؟ سنأتي إلى هذا. وقال أيضا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال سبحانه قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. وقال سبحانه قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا دليلهم يريدون أن يقولوا أن ملة إبراهيم نحن لا ندعوكم إلى ملته. وهذا ردا عليهم أيضا في كتاب الله. أحسنتم شيخ عبد العزيز. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والعجيب أن القرآن الكريم يثبت هذه النبوات، يثبت نبوة إبراهيم ونبوة موسى ونبوة عيسى ورسالة محمد. يا سلام. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يا سلام. أظنها أكثر من 14 مرة. كم هي؟ 44 مرة. 14 آية. أيوة. نوقف؟ نكتفي بهذا القدر حتى لا نأخذ المحاور الكثيرة. المهم ذكر النبي إبراهيم. أنا قصدت أن أذكر هذه الآيات يا شيخ عبد العزيز حتى نرد على هؤلاء الذين يقولون بالديانات الإبراهيمية وجمع. نعم. وأن هذه الآيات هي أقوى ما يسوون. سنعود إليها كل طيب. بحسبه يعني. طيب المحاور يا شيخ عبد العزيز بارك الله فيك. متى كان تاريخ القول بدمج هذه الأديان الثلاثة؟ طبعا لا شك. هو قبل أن نذكر متى بدأ هذا الأمر نذكر أن المقصد من هذا هو هدم الأديان. بهذا السبب تجده من قديم أو زعموا يريدون ترك الخلاف وترك الشقاق. كما ورد في التاريخ أن أحد ملوك الهند من قرون ماضية جمع المشايخ أو شيخ من مشايخ الإسلام وعالم حبر من أحبار اليهود وقس من قساوسة النصارى، وأمرهم بأن يدمجوا أو يخرجوا بمعتقد يجمع فيه الناس ويترك فيه الشقاق والخلاف. وهذا أول ما بدأ به. وثم الفكرة أصلا هذه قصة الدين الإبراهيمي أو الأديان السماوية الذين يزعمونه بدأت أيضا هذه المسألة في أمريكا قبل أن تصل إلينا وتصبح، وهي أمريكا التي تتولى كبرها. أمريكا هي التي تتولى كبر هذا الموضوع. ماذا تقصد أمريكا طيب بجمع الأديان الثلاثة؟ ما الذي يريدون؟ هم يريدون أول شيء لهم مرادين والله أعلم، مراد سياسي ومراد ديني. المراد السياسي هو للتطبيع مع اليهود وترك العداوة. نحن ديننا واحد، نحن أبونا إبراهيم وهذه الأديان كلها تتبع إبراهيم، فلماذا نتقاتل؟ لماذا لا نصبح إخوة؟ لماذا لا نتعايش في بلد واحد؟ لأنهم يحاولون من جميع الوسائل فما استطاعوا أن يتعايشوا مع المسلمين، لأنهم هم غاصبون يقتلون المسلمين وأخذوا أراضي الناس ولا يزالون هم يعتدون ويريدون من المسلم أن يكون إنسانا طيبا مسالما، وهم يرفعون السلاح ويقتلونه. هذه المسألة السياسية الأولى. وأما المسألة الأخرى هي مسألة الديانة، يريدون هدم الدين الإسلامي. مع الأسف الديانة اليهودية أو ديانة موسى وديانة عيسى حرف تماما، كثيرا منها لا يمت إلى موسى ولا عيسى، ليس هنالك إلا القليل، واختلط الحق بالباطل. فما تدري أي الآيات التي في التوراة والإنجيل هي الحق وأي الآيات هي الباطلة، إلا أن تعمل مقارنة مع الإسلام فتجد ما وجد في القرآن مقاربا له، تقول ربما هذه تكون، حتى لا تجزم، تقول ربما، لأن هؤلاء الأقوام حرفوا كتبهم تحريفا عظيما. فعلى هذا الأساس هم يريدون هذا الأمر. والإسلام هو الوحيد الذي لم يحرف، هو الصافي، هو الذي يخالف شهواتهم وإلحادهم وشذوذهم وكفرهم وكل شيء. فالإسلام ينهى عن الربا، ينهى عن الزنا، ينهى عن اللواط، ينهى عن شرب الخمر، ينهى، وهم كل هذا يريدون أن يفعلوا. وينهى عن الشرك بالأساس، وينهى عن الشرك الأساس الذي هم على الشرك الذي لقد الله سبحانه وتعالى. وينهى عن الإلحاد. نعم. يعني معظم أتباع أمريكا ملحدون. الإلحاد أصلا جميع الأديان تنهى عنه. نعم. وإلا لما جاءت كل الأديان هذه اسمه دين، الإلحاد لا دين. فكل الأديان حتى الذين هم على غير الدين الإلهي يكفرون بهذا، سواء الهندوس والبوذيين وغيرهم، هم على غير هدى، مع ذلك ينكرون الإلحاد. ما في شيء اسمه لازم تؤمن بشيء،
هؤلاء يقول لك ما نؤمن به، ما في شيء اسمه دين. فهذه من الكبائر التي يتولونها. لهذا السبب هم لديهم سببين رئيسيين، سياسي وديني عقائدي. يريدون هدم العقائد، يريدون أن يكون الناس على الإلحاد. الآن مساجد. طيب لماذا اختاروا نبي الله إبراهيم في هذه البدعة المنكرة؟ هل لأنه مثلا أبو الأنبياء، رغم أن القرآن الكريم ينفي تماما كونه كما قرأنا في الآيات كونه يهودي أو نصراني؟ لماذا نبي الله إبراهيم بالذات؟ لماذا نبي الله إبراهيم بالذات؟ لأن الأديان الثلاثة الآن إن صح هذا التسمية، لأنه إن الدين عند الله الإسلام، ليس هناك أديان ثلاثة، الدين واحد والشرائع التي تختلف. لا، في دين موسى ودين عيسى. هم الآن كتاب نزل على موسى، هذا وكتاب ما يسمى نزل دين يا شيخ، هذا تسمى شريعة. شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والدين هو الإسلام. لحظة يا شيخ عبد العزيز، الآن نتكلم عن الواقع. الواقع ما أنت الآن أنا قلت حسب زعمهم يزعمون أن هناك 3 أديان. أيوة، هذا الذي نحن نريده. ما أنا قلت هذا الكلام لعلك ما سمعتني. هناك 3 أديان حسب ما يزعمون، وهؤلاء الأديان كلهم هم جاءوا بعد إبراهيم أو أبوهم إبراهيم، ينتمون إلى إبراهيم، فكأنهم يقولون هذا أبونا ونحن أبناؤه. وهذه الأديان جاءت بعد إبراهيم، فلماذا لا نجتمع على هذا الدين الواحد؟ وكمان يستدلون بقوله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، ويسموها ملة إبراهيم. فهذه الملل المختلفة نجتمع بها، وكل واحد ينسى مشاكله، وكل واحد ينسى الخلاف الذي بينه، ونجتمع على أبينا إبراهيم الذي كلنا ننتسب إليه. هذا كلامهم. نعم، هذا كلامهم. الحق لا شك أنه باطل. فالديانات كما ذكرت في بداية كلامي أن التوراة والإنجيل محرفتان كثيرا، ولا تكاد تعرف الحق من الباطل. وأيضا الله سبحانه وتعالى أبطلهما في كتابه، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقالت اليهود عزير ابن الله. نعم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فهذه كلها. وقالت اليهود عزير ابن الله. فكيف يقاتلهم الله إذا كانوا مسلمين؟ نعم. وإذا كانوا كذا. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. فهذه كمل الآيات شيخ عبد العزيز. وما من إله إلا إله واحد. كمل. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابا أليما. كمل. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أحسنتم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر كيف نبين لهم الآيات ثم هم يصدفون. لا، ليست هذه. المهم الشاهد أن هذه الأديان المزعومة في عقيدة المسلم هي الله سبحانه وتعالى لا يقبلها. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول عنهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني لن يقبل انظر منه. كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. نعم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم إلى آخر الآيات، إلى أن قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا كله رد على أن الديانات الثلاثة أو الدينين، دين اليهود والنصارى، قد حرفتا
تماما. بل قد ألغيتا. نعم. لأنه الآن لما جاء الإسلام كان ناسخا لجميع الشرائع. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هذه الآية يستدلون بها أهل العلم بأن بقية الأديان والكتب السماوية قد نسخت بهذه الآية، وأصبح القرآن الكريم هو الكتاب الذي يجب على البشرية أن تتبعه. ليس كذلك شيخ عبد العزيز؟ بلى. نعم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى لما وسعه، لو كان موسى حيا أيوة، لما وسعه إلا أن يتبعني. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى ورقة أو قطعة، مع موسى ولا مع عمر؟ مع عمر قطعة من التوراة، فقال: ما هذا يا ابن الخطاب؟ فقال: هذه قطعة قال: أو في شك منها يا ابن الخطاب؟ يعني هل تشك فيما أتيت به من دين؟ قال: والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. الله أكبر. وأيضا حينما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ينزل عند المسجد الأقصى، عند مسجد دمشق، عند المنارة البيضاء، ويأتي يصلي خلف الإمام المهدي، فيقدمه المهدي للصلاة فيقول: لا، تقدم أنت، إن إمام هذه الأمة منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيصلي. فقال أهل العلم: هذا فعل ذلك عيسى، مع أنه هو سيكون يتولى الأمر بعده، لكن فعل ذلك ليبين أنه لم يأتي بشريعة جديدة. نعم. إنما جاء ليتبع شرع محمد، نعم، عليه الصلاة والسلام. ما معنى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ لكل جعلنا منكم شريعة، يعني طريقة. الصلاة عند المسلمين تختلف عن الصلاة عند غيرهم. صلاتنا لما كان مثلا الصلاة الحقيقية عند بني إسرائيل موسى عليه السلام، وكذلك عند عيسى، صلاتهم تختلف عن صلاتنا، ومنهجهم يختلف، فما كان بعض الأمور كانت محلة لهم وحرمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء أخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبيني نبي. وبينه نبي. نعم، إنه ليس بيني وبينه نبي. نعم. ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إخوة لعلات. العلات معناها نساء الزوج الواحد. الزوج الواحد يكون عنده مثلا 4 نساء، ويكون له أبناء منهم، كل هؤلاء الأبناء ينتسبون إلى من؟ إلى أب واحد. إلى أب واحد. فهذا معناه، بمعنى علات يعني شرائع مختلفة، هذا المعنى. الأب هو الإسلام، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين. جميل. طيب، بعض الناس شيخ عبد العزيز يقول عيسى بدين وموسى بدين وكلها أديان سماوية، ولا نستطيع أن نحكم أن اليهودي في النار وأن النصراني في النار، وأن أهل النصرانية واليهودية معذبون. ما نستطيع أن نقول هذا كلام، فبالتالي يعني الكل على ديانة. ما قولكم بهذا يا شيخ عبد الله؟ هم يكذبون القرآن، الآن يعني هذا كلام منكر. نعم، كلام منكر وباطل. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفر اليهود وكفر النصارى. ماذا أكثر من ذلك؟ يعني لا نستدل لهم بكذا، لا نقول لهم هذا كلام الله فردوا، فأجيبوا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأي شرك وأي ظلم أعظم من أن تقول أن الله أنجب عيسى، وأن الله تزوج بمريم وأنجب منها عيسى؟ أي كفر أشد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد
من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحديث صحيح. تعليقكم؟ شيخنا، أنت لو رأيت المسلمون من ديانتهم، بل من صميم ديانتهم، بل يجب عليهم حتى يكونوا مسلمين أن يؤمنوا بجميع الرسل دون استثناء. كل آمن بالله، قولوا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا تفضلوني على يونس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا، أن المسلمين يؤمنون بجميع الرسل عدا اليهود يؤمنون بجميع الرسل الذين قبلهم، ثم عيسى يكفرون به ومحمد يكفرون به، وكذلك النصارى يكفرون بمحمد ويؤمنون بموسى بعضهم، وبعضهم لا يؤمن إلا بعيسى. فكلها عدا المسلمين يؤمنون بالرسل كلهم ويعظمون موسى ويعظمون عيسى. بل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول كاد القرآن كله أن يكون موسى. لو رأيت الآن في كتابنا تجد معظم القصص التي ذكرت هي لبني إسرائيل مع موسى، بخلافهم هم مشكلتنا معهم الشرك بالله والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هم يقولون الآن إذا قلتم أنتم بأن يهودية كافرة والنصراني والدين النصراني كفر، كيف سنعيش بسلام وأمن وأمان؟ ماذا تقول في هذا؟ الاعتقاد لا يعني عدم التعايش. انظر إلى التاريخ، اصبر التاريخ. المسلمون في الأندلس كيف كانوا يعيشون مع النصارى واليهود؟ بل لما سقطت الأندلس وتسلط النصارى على المسلمين وعلى اليهود فروا مع المسلمين إلى بلاد المغرب وعاشوا معهم سنين في حرية. انظر إلى هذه البلدان العربية الآن، مثل مصر، مثل لبنان، مثل غيرها، فلسطين فيها مسلمون وفيها نصارى وهم يتعايشون. فلا يلزم من أني لا أؤمن. حتى هو الآن هل اليهودي أو النصراني يقول عني مؤمن؟ يعتقد أني كافر في دينه. صحيح. في ديانته يعتقد أن المسلمون كفر لأنهم لم يؤمنوا بما يؤمنون، وكذلك اليهود يعتقدون أننا كلنا كفار لأننا لم نؤمن بما يؤمنون به. فهذا دين الله. هذا لا يعني التقاتل، كون كل واحد يعبد. هذا ما يسمونه حرية العبادة. إذا تعبد الله سبحانه وتعالى، أنت تعبد الله كذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا، أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. جميل. شيخ عبد العزيز، خلاصة ما ذكرتم لنا أن الدين عند الله هو الإسلام، وأن الديانة اليهودية محرفة، وأن الديانة النصرانية أيضا محرفة، وأن المسلمين يشهدون لموسى بالرسالة، ويشهدون لعيسى بالرسالة، ويشهدون لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويتبعون القرآن الكريم ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أن دين اليهودية كفر، وأن الدين النصارى كفر، وأن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وأن بدعة الديانة الإبراهيمية بدعة كفرية وردة من الإسلام، وهي خروج عن تعاليم الدين الحنيف. وعلى المسلمين أن يحذروا من هذه البدعة ومن هذه الفكرة الباطلة. وهذا الكفر لليهودية والنصرانية لا يمنعنا من التعايش معهم بأمن وأمان ما داموا مسالمين لنا. فإذا كانوا محاربين فيجب علينا أن ندافع عن ديننا وعن أعراضنا بما أمرنا الله عز وجل به. نعم. مشاهدينا الكرام،
هذا ملخص ما خرجت به هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن تكونوا قد استمتعتم. نتقدم باسمكم جميعا بالشكر الجزيل لشيخنا الشيخ عبد العزيز عطا، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الأكارم، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.